تتعدد وتتنوع الفعاليات الرياضية في دولة الإمارات خلال شهر رمضان المبارك، ومن بينها بطولة مكتوم بن راشد الرمضانية لكرة القدم بنسختها السادسة التي تستضيفها ملاعب نادي ضباط شرطة دبي. الحمد لله. طبعا هذه البطولة هي آراء عن طريق الإخوان اللاعبين أو الإداريين اللي موجودين، فكل سنة نلاقي فيها تغيير. السنة فتحناها للمواطنين والحمد لله أغلب أنديتنا شاركت، والحمد لله موجودين اليوم على الفاينل، أعتبرهم ناديين من أندية الإمارة موجودين. وإن شاء الله إن شاء الله نحن مستمرين في تطور لهذه الرياضة. بس مثل ما قلت لك أنا ناخذ آراء الفرق نفسها لأنهم هم أصحاب الشأن فيها. 20 فريقا تنافسوا على لقب البطولة التي تمكن من الظفر بها فريق الجوكر بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الصقور راك ب3 أهداف لهدفين. والله الحمد لله البطولة طيبة، تنظيم طيب، الأجواء جميلة في رمضان. يعني نحن العام شاركنا في البطولة وحبينا نشارك فيها هاي السنة. الحمد لله البطولة منظمة من كل النواحي، تخلي الشباب شوي يمارسون رياضة في شهر رمضان. البطولة تجمعنا ويا عدة لاعبين يمكن نتشاوف وياهم، وهذا مكان يعني في هالبطولات يكون لنا أفضل لقاء معهم أصدقائنا القدام. وتعرف أنت أجواء رمضانية يعني مع عدة أصدقاء لك سابقين، فأنت تستانس أن تمثل البطولة. وتعرف وهي فرصة بعد للعيبة اللي ما يلعبون في أندية، ويقدر يثبت جدارته هني، يطلع يعني بصورة طيبة على أساس الناس تشوفه ويقدر يطلع عن موهبته يعني. أجواء مليئة بالتشويق والإثارة تشهدها البطولات الرياضية خلال الشهر الفضيل، ما يؤكد أهمية هذه الفعاليات خلال أيام الصيام، ما يعود بالفائدة على الصحة الجسمانية للمشاركين. للقنوات الرياضية كنان سمير، دبي.